مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد. يا أخي أنا يمكن بقول كلام كنت قلته قبل كذا. الهلال مشكلته يعطيك أمل بعدين يقلب عليك قلبته شينها. يعني اليوم محمد البريك يوم سجل الهدف الأول لنيوم في الدقيقة 42، طبعا لا محمد البريك لاعب الهلال السابق. أنا متوقع أن في ناس كثير قالوا أقبلت المفاجأة، أول هزيمة سيتلقاها الهلال هذا الموسم. يا أخي 42 وبعدها ب5 دقائق عينك ما تشوف إلا النور. تذكرون ذيك الله يرحم عبد الحسين عبد الرضا يقول طقونا طق. طقونا طق. طيب فاز الهلال 2-1، قلبها 2-1. مباراة فيها جدل تحكيمي على فكرة، فيها جدل واخذ وعطى. فاز الهلال 2-1 على نيوم، سجل طبعا حسان تنبكتي الهدف الأول. واتمنى الكابتن حسان الله ينفخ في صورته. حسان ابغى الشغلات هذه في المنتخب، الله يخليك. اي هذه الشغلات ابيها في المنتخب، الله يعافيك. اللعبات الرأسية هذه عندنا ضعف فيها، الالعاب الهوائية فيها ضعف في المنتخب. ان شاء الله يعدنا يعني اللعبات الهوائية هذه. اوكي جميل. المرة الجاية عاد نبيها بالراس. المرة هذه بالرجل، المرة الجاية نبيها بالراس. انا هامني موضوع انك ذكرنا عاد بأحمد جميل عشان عبد الله فلاتي ينبسط. ذكرنا بصالح النعيمة، ذكرنا بسمير عبد الشكور. داري بعض الجمهور يقولوا ايش هالغبار اللي تسولف فيه اسماء قديمة. مو الاسماء الجديدة قليل منهم اللي عندهم امكانيات اللي كانت حق ذاك الجيل، لكن ان شاء الله العشم كبير في حسان تنبكتي وزملاء، ان شاء الله يسوون لنا شيء متميز. الهدف الثاني طبعا سجلوا نيفز من ركلة جزاء، ولا يزعلون مني اليوم الحكام الكابتن سمير عثمان وكابتن محمد فودة. هذا البلنتي ما يبغى له محلل. في شيء يقول لك شهوده منه وفيه، يعني ما في. الرجال سادح الرجال. ما اخذوا يعني ما في. قال والله ما تحرك، حلفت بالله تقول واحد ماسك واحد بعزمه على عشاء ولا تكفى. هذه ما لها. هذه يعني الوحيده اللي يعذروني الاساتذه ابو فهد وابو محمود، معليش بتدخل. ما في بلنتي اللي هذا اللي يقول لك فيه البلنتي هذا كانه تقول له انت مالك في الكوره. اوكي بعدين الحكم شوف واقف على راس، على قولتهم على راس الحادث. اي بس يعني تعرف الاشاره حقت الحكم كانه في لحظه تردد. يعني الظاهر اللي لحق الفار. أيوة صح. الفار لحقه. الفار لحقه كذا. قال له الحق. لا يا عم، لا يا عم، لا انت بتتكلم صح. وهذا يبين لك لما طلبوا لعيبه نيوم منه انه يروح يشوف الفار، قال لهم يعني واضح ان الحكم الفيديو كان كابتن سمير حاسمها. خلي بالك هو الحكم متاخر في الصفاره دي عشان هو مش مصدق كره زي دي اصلا مش رايحه للعيب ده، وده واخده ونازل بيه نايم بيه لتحت. طبعا هو الحكم متاخر لحظات عشان هو مش مصدق حد يعمل كده بصراحه، مع احترامي للاعب نيوم طبعا مسك وغير مبرر اطلاقا. فارس عابد ركله الجزاء سليمه طبعا. فارس يعني ما اعرفش، فارس عمل ماتش كويس، بس الكره دي بصراحه غريبه، لان اصلا خلي بالك لما تتلعب كمان رايحه للناس اللي قدام. اما تيجي تبص على الحكم مباراه واقف تردد الاول في احتسابها عشان قال اكيد في حاجه غلط وهو شايفها غلط. الالوان لبست في بعض، بس هي طبعا ركله الجزاء سليمه بنسبه 100%، ما فيهاش خلاف. يعني ايش رايك فيها كابتن فوده؟ شوف الحكم واقف يبعد عنا 6 يارد في اللحظه الاولى، اشر استمرار اللعب. شوف بيدين الاثنين اشر استمرار اللعب وبعدين صفر، فتردد في عمليه. شوف هنا يدينه ايش سوى؟ كملها شغل. خلي الصوره قريبه. اشر انه استمرار اللعب وبعدين صفر. اشر ما فيها شيء، قال استمرار اللعب. اشر ما في ركله جزاء وبعدين احتسب ركله ثواني، يعني رجع. يعني بعد ما اشر حسب ما صدق. قال ايش اللي قدام؟ هل جاله مكالمه اتصال من الحكم؟ مكالمه من مين؟ لا مكالمه مين يا فوده؟ من الفي ار. لا نروح بعيد.
فهنا بالنسبه للحكم كان قريب جدا، وضربه الجزاء صحيحه يعني ما احتاج لحتى في ار. محمد العزيز زلال ايش رايك فيها؟ مصلعه واضحه وصريحه يا ابو بدر، يعني ما يبي لها نشده شيخ، ركله جزاء واضحه وصريحه. وترى الهلال من بدايه الموسم حتى الان دافع اكثر من 6 ملايين من اجل الطواقم التحكيميه الاجنبيه بعد ارتفاع التكلفه، على الرغم من فيه طرد واضح وصريح لفارس عابدي بخليها للحالات التحكيميه، الحكم ما احتسبه ولا اعطى اللاعب كرت اصفر ثاني او كرت احمر، فرصه محققه للهلال، لكن الهلال دائما في كل مباريات على ارضه وخارج ارضه كان يطلب الحكم الاجنبي بحثا عن العداله وبحثا عن حقوقه داخل الملعب، لكن طرد فارس عابدي حتى لو انطرت دقيقه 68 لاختلف شكل المباراه مع المعاناه الهجوميه من نونيز وليوناردو. عبد الله فلات ايش رايك في الحاله هذه؟ لا انا هي ركله جزاء، بس اعتقد انه الحكم كان شاكك انه في مسك متبادل، فبالتالي اتأنى في الحاله، ووجهه نظري انه نيوم له اكثر من حاله والحكم كان غير موفق وما اعطى فريق نيوم حقه خلال المباراه، والحكم السعودي نموذج في العداله. ليش معنى العداله مع الحكم الاجنبي تحضر؟ ليش نشيلها من الحكم السعودي؟ الحكام السعوديين نموذج في العداله، لو اخطاوا اخطائهم انا اعرف اجتهادات ليست الا. الحكم السعودي يعني نموذج في العداله، اكيد ان كل الناس عندهم عداله بس عندهم اخطاء. لا 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 الا نحن تشيب لا بدر، الا نحن شفناه الفتره الاخيره انه الحكام الاجانب اللي بيحضروا واخطاء بدائيه وضعف شخصيه. لا 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 انا مع كابتن سمير كابتن فؤاد، الحكم السعودي يجب انه ياخذ فرصته وانه يدعم، يجب ان الانديه تفكر جديا. ترى الحكم الاجنبي يجي يخطئ في حقك ويمشي سلام سلام، ولجنه الحكام تستقطب حكام عاديين جدا جدا، ولا هم نخبه ولا هم مميزين والى اخره. تشوف اللاعب بين الشوطين يمسك الحكم ويتكلم معه والحكم يتبسم ويضحك. يعني الحكم هذا مو نخبه؟ والله اذا هو اذا ده النخبه هذه مصيبه. طب خلاص، طيب لا 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 على قولتهم كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. زامر الحي الهلال دافع 6 مليون جاب حكام اجانب وشرى دماغه. زامر الحي لا يطرب، اديني حكم محلي. الاتحاد المباراه الاخيره الحكم اخطا عليه، بس برضه يظل يعني مهما كان مو زي الاخطاء اللي انا بشوفها من الحكام الاجانب اللي جايين، يخطئ اخطاء يعني غير عاديه، يمسكوا ويكلموا ويوافق ايش اللي بيحصل في الدوري. عبد العزيز، حكم مباراة الهلال والنصر أفضل حكم في أوروبا ومحكم نهائي الأمم الأوروبية، وبجميع جميع الخبراء التحكيميين، ضربتين جزاء واضحة صريحة للهلال وطرد للعقيدي وصادقت عليه لجنة الانضباط وعاقبت العقيدي، لكن إلى الآن قاعدين يتحدثون ويقولون إنه النصر ظلم. المشكلة وين في النصر؟ المشكلة عبد العزيز ما حد جاب سيرة النصر، إذا أنت عندك مركب نقص لا هو لا أنا ما أجيب سيرة النصر ولا أجيب سيرة مباراة الهلال والنصر. لو سمحت ايش مركب نقص؟ ابدأ الحلقة بالعناوين.